بتفكر في نفس الموضوع كل يوم، بس نفس السؤال بيرجع لك كل ما تنام. يمكن مفيش حاجات جديدة حصلت، بس ده بيحصل لك علشان مفيش حاجة اتغيرت، مفيش حاجة اتحلت، مع انك كل يوم بتحس انك اخيرا قربت، بس عمرك ما بتوصل. انا آية مصطفى، وتعالوا نفكر قبل ما نقرر. كلنا قبل ما بننام بنفكر الاوفر ثينكينج بتاعنا الجميل بتاع بالليل، فبنبدأ نفكر ونقلب مواضيع معينة وأسئلة معينة احنا عارفين انها بتجيلنا كل يوم، بنقلبها في دماغنا يمين ونقلبها شمال، ونحاول نفكر فيها بشكل مختلف، نحاول نفكر فيها تاني وتاني وتاني، لحد ما بنحس ان احنا يعني مسكنا طرف خيط اهو ان احنا هنحل هذا السؤال. بس الطرف خيط ده مش بيكون كفاية، هو مجرد بس يخليك تحس انه والله اوكي انا تمام، انا بدأت افهم ليه ده بيحصل او ليه عندي المشكلة دي او ايا كان. وده اللي بيخليك تهدى، احساسك ان انت والله يعني بدأت تفهم بيخليك ان انت تهدى، وبيخليك ان انت تنام انت مطمن، تصحى تاني يوم ترجع لنفس النقطة، وكأن كل اللي انت فكرت فيه اختفى، او يمكن هو بس ما كانش كفاية ان هو يغير حاجة، فبترجع تفكر تاني بنفس الطريقة، تسأل نفسك نفس الأسئلة على أمل ان المرة دي تطلع بنتيجة مختلفة. ولكن السؤال الحقيقي بقى هنا، هو انت فعلا كنت بدأت تفهم زي ما حسيت في الليلة الأولانية، ولا انت مجرد كنت بتعيد ترتيب نفس الأفكار بس وانت أهدى شوية وانت أحسن شوية؟ لأنه احنا ساعات بننخدع ان احنا بنفكر تاني وتاني وتاني بس منوصلش لحاجة، بعدين بنسأل نفسنا يا ترى ليه، يا ترى ليه بنوصل لنفس الحاجة؟ فيمكن عشان احنا فعلا بنرتب نفس الأفكار، بس هي نفس الأفكار، احنا بس بنفكر فيها واحنا أهدى واحنا أريح واحنا مرتاحين أكتر. فيمكن اللي احنا كنا فيه ده ما كانش فهم، ويمكن كان مجرد بس راحة مؤقتة عقلك بيحاول يحسسك بيها عشان يساعدك ان انت ترتاح وتنام وتبطل تفكير. بعدين من كتر ما انت بتعيد عملية التفكير في نفس الحاجة بنفس الطريقة في نفس الزاوية، مجرد بس وانت شعورك بيها مختلف، ده بيخليك تتعب جدا، بيخليك تبذل نفس المجهود كل يوم، بس المشكلة ان انت مش بتتحرك خطوة واحدة حتى، بتبذل نفس المجهود نفس الطاقة كل يوم بس مش بتوصل لأي نتيجة، لأنك بتتحرك في نفس الدايرة. وعلى الرغم من ان انت عارف ان انت بتفكر بنفس الطريقة وبنفس الشكل ومش هتوصل لنتيجة مختلفة، إلا انك بترجع تفكر تاني يوم بالليل ترجع تفكر تاني، لانك عارف او ده اللي عقلك مصورهولك ان انت لازم تفكر بالطريقة دي، لان يمكن في مرة تظبط، مع ان دي عمرها ما كانت الحقيقة، لان 1+1 هتفضل تساوي 2، هي عمرها ما تتغير. على فكرة المشكلة مش انك بتفكر، المشكلة هي انك بتفكر في نفس الحاجة بنفس الزاوية وبتسأل نفس الأسئلة، مش لازم تكون نفس الأسئلة بس نفس نوعية الأسئلة اللي بتخليك توصل لنفس النتيجة. مهم انك تفكر بزوايا مختلفة، تسأل نفسك أسئلة مختلفة علشان ما تبقاش بس بتفكر كتير بس ما تتحركش. بفكر نفسي وبفكرك، اسعى اللي تستاهله مش اللي سهل توصله. اشوفكم الاسبوع الجاي.